من أعظم الفضائل في ديننا ومن الأخلاق الكريمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء يسمى غض البصر، وهذا الأمر مطالب به الرجل وكذلك تطالب به المرأة، والله عز وجل أمر به في القرآن ألا ينظر الإنسان إلى امرأة ربما تحرك فيه شهوة تدفعه للحرام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أن لك الأولى. أحيانا يمشي الإنسان في السوق فيقع عينه وتقع عينه على امرأة فينظر إليها، هذه النظرة الأولى نظرة الفجأة لا يحاسب الإنسان عليها، لكن لو استمر بالنظر حوسب وربما ولد في قلبه مرضا يؤدي به إلى منكر أكبر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. النظر للقلب يفسد القلب، ولهذا قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أي إذا أرادوا أن يحفظوا فروجهم أولا ليغضوا أبصارهم، لأن العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. إذن بداية الزنا والعياذ بالله ذلك النظر. عندما يفتح الإنسان الكمبيوتر أو يرى في القنوات الفضائية أو يمشي في الطرقات أو يذهب إلى الأسواق تتعرض له الفتن تعرضا، فإما أن يطلق بصره فينظر إلى هذه وينظر إلى تلك ويمتع ناظريه بالحرام، فلا يولد في قلبه إلا الحسرة والندامة، ويمرض القلب ويصيبه النفاق والعياذ بالله. أو أنه يمشي في طاعة الله عز وجل فيغض بصره عن الحرام، يدخل في الشبكة العنكبوتية فيقلب ناظريه في المواقع إلا الحرام، فإن رأى حراما أو منكرا غض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أما المرأة إذا نظرت للرجل نظر شهوة أو كان الرجل مما يسبب فتنة للمرأة ما حل لها أن تنظر. يوم من الأيام دخل رجل أعمى ابن أم مكتوم في بيت من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة، وكن ينظرن إليه، فنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إليه، فقلن له إنه أعمى، فرد النبي عليهن وقال: لكن لستن عمياوات، إذا كان هو أعمى أنتن تنظرن إليه، والله يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. اليوم من أغرب الأمور للأسف في أمة العرب أكثر من غيرهم أن بعضهم ربما جلس في الطرقات في مقهى من المقاهي أو في سوق من الأسواق أو في مكان يمر فيه العابرون فينظر لكل امرأة تمر، نظر إلى هذه ومتع عينيه بتلك، وربما دقق النظر بهذه وتبعها، يتبع النظرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم الجلوس في الطرقات، انتبهوا، لا تجلسوا في طرقات الناس وأماكن مرورهم مثل ما يجلس بعض الناس في المقاهي. فقال الصحابة: ما لنا بد يا رسول الله، ما عندنا مكان آخر. قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ من الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الناس قال: غض البصر من أعظم الفضائل في هذا الدين. بعض الناس وهو بسيارته يقف عند إشارة المرور
ينظر إلى تلك السيارة ويلتفت إلى هذه السيارة وينظر إلى هذه وينظر إلى تلك، وما علم أنه جمع من السيئات ما جمع. يقول سفيان الثوري في يوم العيد لما خرج مع أصحابه في يوم عيد، قال لهم، لأن يوم العيد يخرج النساء ويخرج الرجال، قالوا: ما نصنع اليوم يا أبا عبد الله؟ قال: أول أمر نصنعه اليوم نغض من أبصارنا، نغض من أبصارنا. علموا أصحابهم، علموا أحبابهم أن غض البصر يولد في القلب نورا وفراسة وثباتا على الإيمان. أما إطلاق البصر والعياذ بالله يمرض القلب ويفسده ويورث في القلب النفاق وحب الشهوات. النظر هو البداية. أكثر الذنوب والمعاصي اليوم بدايتها من النظر. هذا رجل خرج في إحدى المعارك، يقول هذا الخبر ابن كثير في البداية والنهاية، خرج في أحد المعارك وكانت المعركة بين المسلمين والروم، فإذا بالصفين يعسكران. نظر أحدهم وكان شابا خلوقا، كان حافظا للقرآن، كان يصلي بالناس وذهب للجهاد في سبيل الله، فإذا به في المعركة نظر إلى فتاة من الروم فأعجبته وأطلق النظر إليها وتتبعها بالنظر. الناس في عبادة من العبادات وهو ينظر إلى الحرام، نظر وأتبع النظر وتبعها حتى اختلى بها في ليلة من الليالي، فقال لها: كيف السبيل إليك؟ كيف أحصل عليك؟ فقالت له: أن تتنصر، لن تحصل علي إلا بعد أن تبدل دينك. فبدل دينه وباع الدين، باع القرآن، باع المسلمين، باع دينه والتحق بهم فقط لأنه نظر إلى الحرام. افتقده المسلمون فلم يجدوه، رأوه في معركة أخرى من المعارك يقاتل مع الروم فسألوه: أين قرآنك؟ كان يختم القرآن كله. أين صلاتك؟ أين عبادتك؟ قال: نسيت القرآن كله ولا أذكر منه إلا آية. أي آية؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ما الذي جعله يبدل دينه؟ بدايته إطلاق النظر بالحرام. من أعظم الفضائل غض البصر.